يا صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. في فرق كبير قوي بين واحد مش عايز يخسرك وواحد مستخسرك. اللي مش عاوز يخسرك ده متمسك بيك وبيحاول بكل طاقته ان يحافظ عليك بأي شكل. لكن اللي مستخسرك ده بقى ده اكبر انسان اناني انت ممكن تقابله في حياتك. ده لا منه مقدرك وبيحبك ولا منه عايزك اصلا تمشي من حياته. انانية. لا عارف يحافظ عليك ولا راضي يسيبك في حالك، ولا انت قادر اصلا انك انت تمشي امور حياتك الطبيعية، لانه حاجة كده حرفيا ضاغط عليك، مش مديك محيط او مساحة ان انت تتحرك فيها في حياتك عموما. نفسه ياخد مكانك بأي شكل. هو ده اللي مستخسرك انك انت تتعامل مع الناس، او مستخسرك اصلا في حياتك انك انت تتمتع بحياتك. الناس الانانية دي ابعد عنها. الناس الوحشة دي ما تخليهاش في حياتك. الناس دي بتمتص طاقتك، بتمتص حياتك، بتمتص كل حاجة حلوة فيك، وتخليك بقايا بني آدم. يعني أنا حابب أقول لكم إن إحنا في حياتنا كل واحد، كل شخص في حياته واحد أو اتنين شايفهم كده وحاسس بيهم وعارفهم، لكن ما بيقدرش ياخد القرار إنه يبعد عن الناس دي. بس نصيحة: ابعد عنهم. خد قرارك حالا ان انت تبعد عنهم، حتى لو فيهم اذى في بعدك بشكل مؤقت، احسن ما تتأذى طول حياتك وتتعذب طول حياتك. شكرا ليكم، كان معكم محمد حمدي من المنصورة، بحبكم قوي.